ربع ساعه طارق دياب بيتكلم على حاجه واحده بس، بيقول ان ازاي الاهلي ما عندوش غير علي معلول ان هو يكون النجم الوحيد اللي بيلعب، بيقدر يصنع فرص وبيقدر يعمل كل الحاجات دي. ازاي ما فيش لعيب تاني غير علي معلول الاهلي بيعتمد بس عليه؟ 6 دقائق وعلي معلول على طول راح متصاب. بس اللي انا عايز اقوله لك ان ممكن يكون سبب في اصابه علي معلول امام عاشور، وده انا هحكي لك بقى عنه بالتفاصيل. فتعالى ندردش شويه، وريت تدينا لايك حلو على الفيديو ده وتشترك على القناه، واحكي لك كده شويه تفاصيل بسرعه انا كنت فين. يعني اتفضل معايا اتفضل. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جو مشترك. عوده، بس يعني مش عوده 100% كده، احنا جايين بس نتكلم عشان ماتش مهم وماتش نهائي. والنادي الاهلي النهارده، انت لو بصيت على الماتش كله هتتفرج ان الماتش كان كله بعنوان واحد بس، هو النادي الاهلي عايز حاجه واحده بس: انا مش عايز اخسر الماتش ده، مش عايز يدخل فيا جوان على قد ما اقدر، انا مش عايز اخسر الماتش ده علشان عندي رقم قياسي عايز احققه. والنهارده النادي الاهلي بيحقق رقم قياسي جديد بان هو بيبقى عنده 21 مباراه متتاليه في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه، 16 فوز وخمس تعادلات. ده غير كمان ان في بقى ايه، ان دي المباراه تمنع على التوالي اللي النادي الاهلي ما دخلش فيه جوان. حلو. طيب انت نازل المباراه شكلك عامل ازاي؟ بتلعب 4-3-3، وطبعا انت القصه مفهومه، عندك على اليمين محمد هاني، على الشمال معلول، والاثنين اللي في القلب رامي ربيعه، ومعاه كمان محمد عبد المنعم، وبيلعب في وسط الملعب امام عاشور، ومعاه اكرم توفيق، ومعاه كمان مروان عطيه على اليمين، بيرسي تاو على الشمال، حسين الشحات قدام، وسام ابو علي اللي لعيب من وجهه نظر انا لعيب كويس جدا، يعني مهاجم مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بتلعب 4-3-3، في الدفاع بتبقى 4-1-4-1. تمام يا معلم، الدنيا ماشيه حلو والدنيا ماشيه زي الفل. بنبتدي لسه بنجس النبض، الدنيا تمام. المهم بندافع ب 4-1-4-1، القصه دي بتتقلب، وامام عاشور لسه مش عارف مركزه، لان هم بعد كده في الشوط الثاني غيروا الفكره، خلوها ان هم لما بندافع ب 4-4-2، وبيكون المهاجم اللي قدام جنبه وسام ابو علي هو امام عاشور. فامام عاشور كان متلخبط في الحته دي، فقعد يروح يمين ويروح شمال، ساب مساحه وراه، خلى علي معلول يعمل سبرنت مش بتاعه. ده وجهه نظري. فبالتالي كان دي اخطر كوره اصلا في الماتش كله، اللي هي كانت الكوره في الدقيقه الثالثه او الرابعه كده، واللي بعديها على طول اتصاب معلول وما قدرش ان هو يكمل بقيه المباراه. ده اللي حصل الشوط الاولاني. الاهلي بيجري ورا الكوره، بيحاول يسترجع الكوره، هجمه على استحياء كده، هجمه على استحياء كده. الماتش كله ما فيهوش اي شيء بيقول لك غير ان انت بتعمل اي حاجه واحده بس، انت بتمشي الماتش عشان تخرج من المباراه 0-0 ونرجع تاني القاهره بقى هنصطفل وهنعرف نعمل كل اللي انت عايزه. من وجهه نظري اللي انا شفته في الملعب، فريق الترجي مش فريق قوي، فريق الترجي عنده فريق بس عنده لعيبه كده عندها لياقه بدنيه كويسه شويه بس، يعني مش اكتر، يعني فاهم، لعيبه بتجري وخلاص، لكن مفيش اي صلابه دفاعيه، هو مجرد رصه حلوه مش اكتر من كده. والاهلي متعود على الرصه دي، انت اتفرج علينا في الدوري، اتفرج علينا في افريقيا، في كل الكلام ده. ففي مصر على ما اعتقد ان الامور هتتغير. الشوط الاولاني والشوط الثاني الموضوع كان ماشي بنفس الطريقه لحد الدقيقه 80، كولر ما غيرش اي حاجه غير تغيير معلول اللي نزل مكانه كريم فؤاد. في الاخر خالص راح منزل مكان بيرسي تاو اللي ما كانش متواجد خالص النهارده من وجهه نظري. حتى حسين الشحات بعد ما قلع القناع اللي ما كانش عارف يلعب بيه في اول دقيقتين، برده ما عملش غير كوره او كورتين، وكان موجود وعلى استحياء. الاثنين اللي كانوا ظاهرين في المباراه من وجهه نظري النادي الاهلي هو واحد اسمه دوت امام عاشور، ورقم اثنين مصطفى شوبير شويه، ويجي ربيعه بعديهم علشان ربيعه مش ده العادي بتاعه، يعني عارف اللي هو ايه، لا في تحسن بجنيه بس هو عارف عايزين نكرمه باي حاجه يعني. بس فقول لي بقى انت من وجهه نظرك تحت كده في الكومنتات، ايه رايك في الماتش؟ كان شكله عامل ازاي؟ انا على ما اعتقد ان الطريق قدام الاهلي سهل في القاهره، مش صعب بالشكل الكبير اللي انت ممكن تكون متخيله. هو كل بس اللي محتاجينه شويه تركيز، واللعيبه تبقاش مرهقه، واللعيبه تركز اكتر على الجون، نقطه، مفيش اكتر من كده. لكن كل حاجه بتحصل بتقول لك ان انت في طريقك للبطوله الثانيه عشر ان شاء الله. اشترك على القناه، ادينا لايك حلو على الفيديو ده، اكتب لنا تحت في الكومنتات توقعاتك ايه للماتش اللي جاي، واشوفك الحلقه الجايه عشان في حلقات جايه واحكي لك انا كنت فين وبعمل ايه، لان كل اللي كنت بعمله عشان البرنامج ده. اشوفك كمان شويه، سلام عليكم.